مرحبا بنات واهلا بكم بقناتي، وياكم مريم. اليوم وصفتنا عبارة عن شيء رائع ومن مكون واحد فقط، وهي وصفة لفرد الشعر. المكونات: كوب واحد من بذور الكتان وماء فقط، نحط بذور الكتان كوب واحد، كوبين ماء، نفس قياس الكوب اللي استعملناه بذور الكتان. قلبها باستمرار، خليها على نار هادية مدة نصف ساعة. وهذه بعد نصف ساعة مثل ما تشوفون قوامها. نطفي النار عليها، نتركها تبرد ونرجع لكم. وهذه بعد ما تركناها تبرد شوية صار هيك قوامها مثل الجيلاتين. هسه الخطوة الثانية، نجيب اي شال عندنا او اي قطعة قماش ما تريدوها وصحن، ونصفي الخليط. صفيه بهذه الطريقة. ناخذ فقط المادة الجيلاتينية هذه، راح اصفيه كله وارجع لكم مرة ثانية. ومن بعد ما صفينا المادة نحصل على مزيج بهذا القوام مثل الجيلاتين. هذه الخلطة تستعمليها قبل الاستحمام بنصف ساعة، او يعني اي تقدرين تحطيها ساعة، نص ساعة، ليلة، ما تأثر على الشعر، لان هاي خلطة طبيعية وتستعمل مرتين الى 3 مرات بالاسبوع او حسب ما يحتاج الشعر. وانا متأكدة اي وحدة راح تستعمل هذه الخلطة راح تستمر عليها، مستحيل تعوفها او تبدلها باي خلطة ثانية كيميائية تضر الشعر. لا تنسونا باللايك والاشتراك. الى اللقاء في وصفة اخرى جديدة.